السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة يا جماعة عند امي كالعادة يوم الجمعة. ماشي، امي النهاردة عايزة تعمل عيش بلحمة. ماشي، هي بقى ايه مجهزة الحاجة بتاعتها، محضرة الحاجة بتاعتها. هتقول لنا بقى هي ايه، او انا هنقول لكم هي جايبة ايه. بصوا، هي جايبة دقيق اهو. كام دقيق ده؟ كام قد ايه دقيق؟ 2 كيلو. 2 كيلو دقيق. ماشي، وديت اللي هي هات الطبق هنا. وديت الخميرة هي دوبتها كده في شوية مية دافية بشوية سكر وملح وشوية ملح زي ما انتم شايفين كده اهو. دوبت الخميرة في شوية مية دافية عليهم شوية سكر وشوية ملح والزيت اهو. ماشي، وهتعجن بقى. يلا عجيني بقى عشان نشوفكم. هات انا قلت لك هات اللحمة صوري. حاضر، بس خلصت الاول. هي متعوده يعني لما بنصور قدامها بنصور كل حاجه هنعملها، فبتقول لي هات اللحمه صوريها. ماشي، هتعجن دلوقتي. هي حطت ال2 كيلو دقيق، حطت عليهم الخميره بقى اللي هم في شويه ميه دافيين وشويه سكر وملح، وبتعجن كده العجين العادي اللي كلنا بنعجنه يعني. اهي بتزود بقى ميه كده. ماشي، بتعجن. بس يا جماعه نسيبها تعجن وبعد كده هنرجع لكم تاني. بس يا جماعه هي كده بتحط ايه، بتحط الزيت اهو. ماشي، استني. ماشي، بتحط الزيت كده وتقعد تلت فيه كده اهو. بتعجن اهيت فيه زي ما احنا شايفينها كده. شويه. بس يا جماعه هي كده بقى عجنت اهوت العجينه اهي. هتسيبها تخمر اهيت وترتاح شويه، وبعدين ترجع بقى توريكم الخلطه بتاعت العيش باللحمه. الوقت اهوت يا جماعه بقى احنا ايه بعد ما عملت العجين. ماشي، بتاعها وركنته كده على جنب شويه لما يخمر. جابت بقى الخلطه اللي هي البتاع دوت اللحمه. هي فرماها. وهنا عندنا البتاع دوت البقدونس بقى والشبت والخضره والحاجات ديت وحاطه جزر وحاطه برضو فلفل اخضر وكده. ماشي، وجرن كده شطه حراء وديت مكعب مرق الدجاج. وهنا البصل والثوم. ماشي، وهو اصلا العيش باللحمه بيحب البصل ياما يعني. ماشي، وهنا التوابل بتاعتها. هتشتغل بقى، هي هتبدا اهو. يلا ابدأي بقى اهي. همسك كده زي ما انتوا شايفين. تحطي هي التوابل بقى بتاعتها على اللحمه المفرومه كده. ماشي، حطت كده بهارات. بتحط بقى البهارات بتاعتها اللي عندها يعني. ماشي، وفي برضو البهارات بتاعت اللحمه بتاعت الحواوشي اللي هو العيش بلحمه. وحطي المكعب عندك اهو. ريحه البهارات بصراحه ريحتها جميله خالص. ماشي، حطت كده المكعب. بسم الله ما شاء الله. تحط الملح. على حسب رغبة الملك. الملح بقى على حسب رغبتك انتي بقى يعني ايه. ما تعدي تحط حبة صغيرة كده لو بتحبيه مثلا. يعني مش عايزاه يبقى عامل. تحطي شوية ملح صغيرين. حط البصل والثوم. حركت المصماية. المصماية تفريه ولا ايه؟ ممكن برضك تحطي على الخلطة ديت برضو ايه طماطمايه او 2 عادي. واحدة بس عشان ايه؟ او واحدة بس عشان يعني ايه ما تخلوش. واحدة بس يعني كده. يعني نزل بقى كده اهوت بالخلطة بالبتاع بتاعتها اللي هي مقطعاه. الخضار اللي هي مقطعاه على بعضه. الشبت والخضرة والجزر والحاجات دي.
زي ما احنا شايفين كده. حطيت كده يا جماعه، هي بقى ايه، بشرة طماطمتين صغيرين كده وحطيتهم في الخلطه كده. بصوا يا جماعه بقى، هي كده هتجرس ايه، هتجرس بتاع العيش. ماشي، بتجرسه اهي. مش كده انت بتجرسيهم؟ مش كده بتجرسيهم؟ مش هنكبر عشان نخفف. يلا. وهو يا جماعه بصوا، جرست اهوت العجينه اهوت، جرستها زي ما انتوا شايفين، العدد اللي انتوا شايفينه ده اهو. اللهم صل على النبي يعني. هتمسك بقى السريع بتاعها دوت، هتفرد العجينه عشان تحشيها بقى. بدأت هي تفرد العجينه. لا بلحة وش صغير. هنفردها ونرجع لكم تاني. بصوا بقى، هو الرغيف اصلا هي عامله اصلا الرغيف هي عايزاه يبقى صغير. احنا متعودين ان هي بتعمل الرغيف كبير خالص، وعشان عندنا يعني اطفال صغيره وكده، والعدد بسم الله ما شاء الله، فعملت الرغيف صغير ومليان، والله اقسم بالله مليان يعني، محشي مظبوط يعني اهو، شكله جميل. هي خدماه بصراحه ومخليها زي العسل، وكل حاجه من ايد امي حلوه يعني، الحمد لله كل حاجه من ايد امي بتبقى زي العسل. ده اول رغيف اهو. مش قد اللي بتجيب له. ده اول رغيف اهوت. لما نكمل بقى الكميه التانية هنرجع لكم تاني. واحد كمان اهوت يا جماعه، بتعملوا برضه، بتفردوا كده اهوت بالسريع. ماشي، وجبنا الصاج الاسمر دهوت، عندها يعني الصيام ده عندها من زمان، بتاعت الخليج، جميله يعني، بترص فيها يعني. ماشي، بتفرد الرغيف. وهو يا جماعه النتيجه بتاعتنا العيش بلحمه اللي امي عملته. يا رب كده هوت يعجبكم. هو الاول يعني الرغيف جميل خالص اهوت، وزي السفنج طري خالص، والحشوه هو مليان حشوه اصلا. يا رب كده هوت يعجبكم، واي حاجه بنعملها تكون يعني كده هوت تنال اعجابكم. ويا ريت يا ريت تجربوا الطريقه بجد، والله مش هتندموا. طريقته جميله خالص وسهله وبسيطه. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.